السلام عليكم، مرحبا بكم في لقاء جديد. هنتعرف في هذا اللقاء على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة 22 بالدوري المصري والقناة الناقلة. أغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي بالجولة 9 المؤجلة بمسابقة الدوري من أجل الاستعداد لمواجهة فريق بلدية المحلة. وتعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بها للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلي، بجانب رغبته في التتويج بدوري إبطال إفريقيا بعد وصوله للمباراة النهائية ليلاقي فريق الترجي التونسي. وتعد مباراة بلدية المحلة مع الأهلي هي البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل السفر لتونس لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دور إبطال إفريقيا في رحلة التتويج باللقب 12 في تاريخ القلعة الحمراء، والثاني على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر. وقد واصل الأهلي عروضه القوية في بطولة الدوري بعد أن حقق فوزا كبيرا على الاتحاد السكندري ب4 أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة 9 لبطولة الدوري. وسجل رباعية الأهلي كل من وسام أبو علي في الدقيقة 28، رضا سليم في الدقيقة 32، عمر كمال في الدقيقة 42، ومحمود كهربا في الدقيقة 65، فيما جاء هدف الاتحاد في الدقيقة 58 عن طريق بواتينج. بهذا الفوز الكبير يواصل الأهلي الزحف نحو قمة الدوري، وارتقى 3 مراكز دفعة واحدة، حيث أصبح في المركز السابع برصيد 30 نقطة، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 32 نقطة، ويبقى في المركز الخامس. ويعكف المدير الفني للأهلي مارسيل كولر على مشاهدة مقاطع فيديو لفريق بلدية المحلة للوقوف على طريقة لعب الفريق المحلاوي تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف، وأسلوبهم في نقل الكرة واختراق صفوف الخصم، وطريقتهم في وضعية الدفاع والهجوم، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لتكون حافز كبيرا للاعبين قبل بدء التحضير لمباراة نهائي دور إفريقيا. ويواصل مارسيل كولر سياسة التدوير بين اللاعبين في مباراة فريقه القادمة أمام بلدية المحلة، ويرغب في إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين ومنح الفرصة للاعبين البدلاء. على الجانب الآخر خسر فريق بلدية المحلة أمام فريق الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في الجولة السابقة من الدوري. ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو في المركز السابع برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 14 لقاء، فاز في 9 لقاءات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر في لقاءين، وأحرز لاعبوه 33 هدف، وسكنت شباكه 15 هدف. بينما يدخل نادي بلدية المحلة المباراة وهو في المركز 14 برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 20 لقاء، فاز في 5 لقاءات، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر في 11 لقاء، وسجل لاعبوه 22 هدف، واستقبلت شباكه 42 هدف. ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي بلدية المحلة في المباراة المقرر لها السبت القادم الموافق 11 مايو على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 22 بالدوري. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة والسودان وسوريا والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين، والساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والعراق واليمن والكويت والصومال والبحرين وقطر، والساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 5 مساء بتوقيت موريتانيا. وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وبلدية المحلة ضمن منافسات الجولة 22 بالدوري في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة، وإلى لقاء جديد.